السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده وهنا ان شاء الله. فيديو النهارده او وصفه النهارده هيكون عن البطاطا. هنعملها بطريقه مختلفه عن الطريقه المعتاده اللي احنا متعودين عليها. بجد هتعجبكم وهتعجب كل الاولاد باذن الله. تابع الفيديو للاخر. ولو اول مره تشوفوني، انا وفاء امين ودي قناتي. وكمان لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير، واهم حاجه تدوسي على زر الكل وتفعلي لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. يلا بينا بقى نشوف المقادير ايه وطريقه التحضير ايه. اول حاجه عندي في المقادير هيكون طبعا كميه البطاطا المتوفره موجوده عندنا. غسلتها كويس جدا وقطعتها شرايح. هحط عليها كوبايه الا تلت من الميه، وكمان 3 معالق من السكر حسب الذوق، وباكت من الفانيليا. وقلبت الكلام ده كله مع بعضه. هرفعه بقى على النار، واول ما ياخد غلوه ههدي عليه النار. هنيجي بقى للخليط اللي هنحطه على وشها. عندي مج من الحليب، عليه معلقه ونص من السكر حسب الذوق، ومعلقه كبيره هرميه من النشا، وكمان معلقتين كبار من بودره الكريم شانتيه، وكمان باكت من الفانيليا. وبقلب الكلام ده كله مع بعض وهرفعه على النار، واول ما يتقل معانا هشيله. زي ما انتم شايفين البطاطا استوت معانا. في الحالة دي دلوقتي بقى هحط بقى مج من اللبن، هنزله شوية بشوية زي ما حضراتكم شايفين. هنزل بقى بمكعب من الزبدة، وبعد كده هنزل بقى طبعا مكسرات موجودة عندي، جوز هند وزبيب. بجد مش قادرة اقول لكم ريحتها جميلة جدا. هنيجي بقى للطاجن دهنته. هنزل بقى بخليط البطاطا. هجيب بقى خليط اللي انا عملته بالنشا والكريم شانتيه، هنزله بقى على وشها. طبعا عشان تاخد طبعا معانا وشها لون، حطيت على وشها طبعا رشه كده من السكر البودر، وحطيتها في الفرن. طبعا هي ما خدتش معايا 10 دقايق لان كل حاجه مستويه ما شاء الله جميله جدا، ومش قادره اقول لكم على ريحتها تحفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، واهم حاجه تدوسي على زر الكل وتفعلي لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.